يا صباح الخير. اليوم رجعت لكم بالحلقة الخامسة من سلسلة كيف أقضي أجمل الأيام السياحية في لبنان. ومثل ما شفتوا بالحلقات السابقة صورت لكم كتير أماكن سياحية مميزة ومنظمة، واليوم رحلتنا إلى شمال لبنان. عندنا 5 أماكن المفروض تتعرفوا عليهم، وإن شاء الله الحلقة السادسة راح يكون إلى أقصى جنوب لبنان مثل صيدا وصور، والحلقة السابعة راح يكون إلى أقصى شرق لبنان مثل مدينة بعلبك. وبداية شرط من شروط رحلة اليوم الانطلاق بكير، لأنه عندنا واحدة من الأماكن. أول مكان اسمه جبال الأربعين، هو أبعد مكان برحلتنا اليوم، يبعد ما يقارب 2 ساعة عن بيروت، وعندنا بعده 4 أماكن. فرحلة اليوم أي شخص بده يطلع فيها المفروض الساعة 9 أو 9:30 يكون منطلق خارج بيروت. واخيرا بعد مشوار 2 ساعة مسافة 120 كيلومتر وصلنا المكان رقم 1، جبال الأربعين. جبال الأربعين. بداية يا اخوان لأعرفكم على المكان باختصار. اولا هون المكان له تيكت، سعر التيكت $3. التيكت شامل عدة اشياء هلا راح نتعرف عليها، وفي انشطة لا راح تدفعوا عليها كمان تيكت بعد الدخولية. راح نتعرف على الانشطة نشاط وشو الاشياء اللي ممكن تعملوها بجبال الأربعين. ونبدأ معكم بالطيارة. هاي الطيارة فيكم تاخذوا أفضل الصور هون، وأكيد فيكم من داخل الطيارة أو من هون على جناح الطيارة بتشوفوا فيو رهيب جدا. النشاط رقم 2 اللي شامله كمان التيكت، عندنا اليد المعلقة أو فيكم تعتبروه الجسر المعلق، طوله ما يقارب 15 متر، فيك تمشي فوقه، أكيد تحتك الوادي. النشاط رقم 3 الجسر المعلق. الجسر المعلق هو عبارة عن جسر معلق على حافة الجبل، طوله ما يقارب 20 متر، وأكيد من هون فيكم تشوفوا منظر خلاب. ومثل ما حكينا احنا بجبال الأربعين نرتفع عن سطح البحر ما يقارب 1500 متر، فأغلب الأحيان تكون هون تحتك الغيم كله تحتك، وفيك تاخذ صور من هذا البرج، تكون واقف على الجسر وهيك حدا من البرج ياخذ لك صور. وانا عمدا اجيت على جبال الأربعين يوم الاثنين كرمال ما يكون في ازدحام لاخذ راحتي بالتصوير. وهلا لاعرفكم على الانشطه اللي ممكن تدفعوا عليها التيكت لتجربوها. يلا ونبدا معكم بالنشاط رقم 1 في جبال الأربعين. عندنا المرجوحه، هي تعد اكبر مرجوحه في لبنان، يبلغ ارتفاعها ما يقارب 21 متر، واكيد هي مغامره وتجربه. واكيد هون تحتك حافه الجبل، وسعر التيكت للمرجوحه ما يقارب $2.50. وهون عندنا النشاط رقم 2 البسكليت، هو عبارة عن شخصين يطلعوا على البسكليت ويمشوا فوق كبال الحديد ما يقارب 50 متر فوق بركة المي. سعر التيكت للبسكليت $1. واكيد ما ننسى انه هون في مطعم وفي كافيه وفي اوتيل للي يحب يبات هون فوق الجبل، وعم يشتغلوا هلا على التلفريك يسحبك من تحت لقمة جبال الأربعين، وعم يشتغلوا على انشطة كثار، وعم يشتغلوا كمان على اكواخ صاير على حافة الجبل لهيك مثل عرسان او اي شخص يجي بده كوخ على حافة الجبل، وعم يشتغلوا على كثير انشطة. وهيك يكون تعرفنا على جبال الأربعين وعلى جميع الانشطة اللي موجودة هون. وصراحة المكان يستحق الزيارة، لكن مثل ما حكيت بدكم تنطلقوا بكير، وداخل جبال الأربعين على السريع تعملوا الأنشطة والصور، لأنه المكان جميل جدا وممكن تضيعوا نهاركم كله فيه. وهلأ منتقلين على المكان رقم 2. يلا وهيك يكون وصلنا المكان رقم 2، أنفة تحت الريح. أنفة تحت الريح. بداية اللي أعرفكم على المكان باختصار، هون المكان عبارة عن 6-7 مطاعم وشاليهات، فيكم تجوا لهون. المكان مميز هون بالأكل البحري، وأكيد مميز كمان بألوان المكان، يعني بس دخلت لهون تحس حالك دخلت على اليونان، مميز بالألوان البيضاء والزرقاء. ومثل ما حكيت هون مطاعم وشاليهات، أي مطعم فيك تدخل عليه، فيك تنزل تتسبح مجاني، وفي أنشطة بحرية، وأكيد فيك تقعد تاكل، وأكيد تقضوا لكم 1-2 بهذا المكان المميز. وفي هذا المطعم كتير أكله مميز وأسعاره مقبولة، فيكم بس تقصدوا أنفة تحت الريح تزوروا هذا المطعم وراح يتوصى فيكم. وهيك يكون تعرفتوا على أنفة تحت الريح. وهلأ منتقلين على المكان اللي بعده. يلا وبين المكان رقم 2 والمكان رقم 3 بتشوفوا طبيعة خلابة جدا. ليكو وهيك يكون وصلنا المكان رقم 3 برحلتنا لليوم، كنيسة النورية حماة.
سيدة النورية. يلا نعرفكم على المكان باختصار. هون المكان احنا بقمة الجبل وتحتنا مباشرة البحر، ولون البحر مميز، يعني فيكم تعتبروا المكان هون فيو، وفيكم تاخذوا اجمل الصور، واكيد هدوء وطبيعة خلابة جدا. واكيد من هون فينا نشوف مدينة طرابلس، واكيد فينا نشوف انفة تحت الريح ليكو وينها اللي كنا فيها هلا، وهيك يعني تشوفوا جبال الثلج وهيك اجواء مميزة. وهون مثل ما حكيت احنا بمكان مرتفع، فليكو هون صاير مثل نساف الهواء. سبحان الله ليكو كيف الشجر منحني، منظرهم صاير الشجرات يعني رهيب جدا، وصارت العالم تيجي تاخذ صور حد الشجرات. ومن هون المنظر الخلاب للمكان، فيكم تيجوا لهون تاخذوا اجمل الصور. وليكو سبحان الله ليكو المي كيف لونه والطبيعة. وهيك يكون تعرفتوا على هذا المكان الطبيعي المميز. أنا أنصح بالزيارة، وأنفة تحت الريح كمان أنصح بالزيارة، وجبال الأربعين أنصح بالزيارة. هلأ منتقلين على المكان رقم 4. يلا، وهيك يكون وصلنا المكان رقم 4، مدينة البترول. مدينة البترول واحدة من أهم وأجمل وأفضل المدن السياحية في لبنان. المدينة فيها أنشطة كثار، فيها رحلات بحرية، فيها مطاعم، فيها شواطئ، فيها أماكن تاريخية. راح نتعرف على المدينة كاملا. يلا، وهون عندنا ميناء مدينة البترول، ميناء للصيادين وميناء للرحلات البحرية. هون الغوارب يعني بربع ساعة يفول الغارب، فيك تطلع فيه برحلة بحرية. وهلأ طلعنا برحلة بحرية لشوفكم كيف راح تكون الأجواء. وهون عندنا سور البترول، وهون ممشى، واكيد حدنا هون البحر وبعده السور. من هنا دخولا الى مدينه البترول. داخل المدينه تشوفوا كثير حارات قديمه ومطاعم وكافيهات، وهيك عالم رايحه وجايه. هون كمان لكم الاجواء كيف، هون كله تاريخ. هون عندنا مطاعم، هيك مطاعم، هيك اجواء. هون صرنا وسط مدينة البترول. هذا المكان اسمه ساحة المغترب ديسبورا البترول. أكيد هون في مطاعم وأجواء هادئة، هيك يعني ديكورات قديمة. وأكيد إذا مش حابين تمشوا بمدينة البترول، مأمنين لكم موتوسيكلات، فيكم تستأجروهن هيك مثلا ساعة أو ساعتين قد ما بدكم، تعملوا جولة بمدينة البترول. وفي مثل هاو السيارات كمان السيع 6 أشخاص، فيكم تستأجروها وتعملوا جولة بمدينة البترول. وهون عندنا شاطئ مدينة البترول، شاطئ صغير لكن أكيد فيكم تنزلوا تتسبحوا فيه. وأكيد بالبترول الجديدة اللي هي تبعد 5 دقايق عن هون في شاطئ رملي كتير كبير. وهون حد الشاطئ عندنا مقاهي وعندنا مطعم، هيك أجواء. وهلا وصلنا كنيسة سيدة البحر، ومن هون فيكم تشاهدوا سور البترول، أكيد فيكم تشاهدوا غروب الشمس. وهيك يكون تعرفتوا على 4 أماكن سياحية مميزة المفروض تتعرفوا عليها. وقد ما في حاولت أشرح لكم عن الأماكن، وقد ما في حاولت أختصر. وهون بمدينة البترول راح أنهي معكم رحلتنا، وكالعادة انطونا لايك واشتركوا بالقناة، وسلام.